نيلسون مانديلا، ويا له من حضور الجماهيري السعيد في تاريخ اسيا. تقريبا نفس التشكيله التي لعبت من الجهه اليسرى، وواترو ما يكون حافلا بالمتعه الكرويه والتنافس والنديه. وهذا زين الدين بن عيد وصلت الى احمد قندوسي، ممتازه احمد في الاستقبال، العوافي يوسف عدي داخل منطقه الجزاء، الحارس طولي فرصه اولى واول تهديد من جانب المنتخب الوطني الجزائري. لاحظ المنتخب الجزائري في تنفيذها، العوافي في القائم الاول ضاع الهدف الاول، فيها خطوره والمنتخب الجزائري يتغطى. ما تزال الكره جزائريه، ميزيك حسام الدين لمصلحه المنتخب الجزائري. يرى من فرصه ويرى من خطوره الان لمصلحه المنتخب الجزائري على مناطق المنتخب الإيفواري. الرأسية جاءت والحارس فولي يتدخل وينقذ مرماه وينقذ كوت ديفوار من هدف اول. ما تزال السيطره للكره من جانب المنتخب الجزائري. مختار بن خطر يعود لحسام الدين ميزيك لاحمد قندوسي، ثم لبلعي، لمسه من عبد الناوي، يتقدم عبد الناوي يبحث عن اللاعب المتحرر، يغير اتجاه الكره الى اقصى اليمين لمختار بن خطر. هذه فرصه للمنتخب الجزائري. رائع المنتخب. سانكارا رقم 9 والمتواجد في تشكيله المنتخب الايفواري. المنتخب الايفواري تقريبا دخل حدائق من التمريره لأليكسيس غندوس. اعتقد ان التدخل كان اقرب. شوف الحدائق من هذه لمسها كامل الفار. الحكم يعود الأسوأ والبطاقة الحمراء لأليكسيس غندوس. الحكم قاسي جدا. أنا أقول كان قرار قاسي جدا على المنتخب الجزائري، قاسي على أليكسيس. بعد المنتخب الجزائري عبد الناوي إلى العوافي يبحث عن مزيان، يستقبلها مزيان بينه وبين إمام محيوس. عادة جزائرية، هذه فرصة خطيرة لمختار بن خطر، التصويبة لكن فولي يتدخل. جاي الآن لديار صوبا حداري من الكرة الإيفوارية الحالية. ممتاز القطع، ممتاز قطع الكرة من شعيب كتاب وبذكاء وتحسن. في نسختها السابعة ونادي الجزائر صارت تستقطب اهتماما ومتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، خاصة بعد الذي شاهدناه في الجزائر. من أشياء جميلة في كل شيء، حتى اعتقد للبعض بأنه كان وليس شان. عبد الرحمن مزيان، اللمسه الى زكريا ضراوي، يتقدم زكريا الى مختار بن خطر، والخطر على داخل منطقه الجزاء. ايمن مجددا للمزيد الى زكريا ضراوي او الى كذاب شعيب. الان مختار بن خطر، ممتازه كره بنيه على الجهه اليمنى، عرضيه زكريا دفاعي من جانب منتخب الفيا. ميزيك مختار بن خطر، ميزيك الان العرضيه في التنظيم. صاروا الكثير من الورشات، ورشه الامن وورشه التصوير والماركتينج والاعلام، والكثير من الورشات. وهذه كره على كره مجددا تضيع على المنتخب الجزائري. شوف العرضيه من كبرنا، واسترجعت من جانب المنتخب الجزائري. فرصه لزكريا، ما تزال الخطوره، فرصه للمنتخب الجزائري. مختار بن خطر عرضيه لكن يتصل محيوس
ركنيه يبعدها الدفاع الجزائري امام كوليبالي الى العوافي. هذه فرصه المنتخب الجزائري الان، غير اتجاه الكره الى مختار من الجهه اليمنى، يبحث عن توغل مختار، يبحث عن مراوغه، يبحث عن عطيه مختار. جاءت الفرصه ولكن عادت لشعيب كداد. جزائرية التقدم لزين الدين بالعيد، عرضيه الى اقصى اليسار لمزيان. يا مزيان، يا الله يا مزيان، ننتظر مراوغه مزيان، العرضيه من مزيان في القائمه الاول. التدخل من عزيز سياون يريد الذهاب الى شوطين اضافيين. نتمنى ان يسجل المنتخب الجزائري وان يتفادى اي مفاجاه. وهذه فرصه ايمن محيوس. شوف التبادل الكروي رائع بلمسه واحده وبراسيه ايمن محيوس، بامكانه ان يقدم الافضل الاحسن. مختار يتقدم، مختار بالختام ممتاز، مختار رائع في المره الاولى والثانيه والعرضيه. منفرس كتقلب في استقبال الكره العوافي داخل منطقه الجزاء. الكره هذه تفطن لها دفاع المنتخب الايفواري. سيرة بدون خطا يقول الحكم، عرضيه فرصه للمنتخب الجزائري. ضاعت، او كان بالامكان الدخول مباشره داخل منطقه الجزاء حتى بدون فار. هي ركله جزاء للمنتخب الجزائري. سعادتي الحكم مع حكام او الفيديو المساعد. ركله جزاء رويد محيوس. عندك يا ايمن، اين برودة اعصاب تتقدم المشجعين على هؤلاء المناصرين. نيلسون مانديلا منذ الواحدة ظهرا هذا الهدف هو لموريتانيا، ولكن يجب ان نحزن لانه 8 دقائق اضافها الحكم الموريتاني عاطل عزيز بوه. تنفس مجيد بوغر السعداء، تنفسنا السعداء وتنفستم ايضا مشاهدينا انتم بالتاكيد الذين تتابعون المنتخب الجزائري خلف الشاشه هنا في الجزائر او خارج الجزائر. تتابعون المنتخب، تتابعون هذه اللحظات الكبيره والجميله. هذا هو هداف البطوله الى حد الان، صاحب 3 اهداف. هنا الركله تاتيكم من هذه الزاويه. اي رفاقه جأش 4 دقائق على كل، هي 8 دقائق هدفها الحكم الموريتاني كوقت بديل عن الضائع. نهاية المباراة، فوز المنتخب الجزائري وتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2011 بالسودان. هنيئا للخضر، هنيئا للجماهير الجزائرية، مبروك هذا التأهل. مشاهدينا ومتابعينا نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة المثيرة. أرض داخل المنتخب الإيفواري. مشاهدينا ومتابعينا نشكر لكم طيب المتابعة. نلقاكم الزميل إسماعيل ميلودي في الاستوديو التحليلي.